مستشار مرتضى منصور كل الدعم لحضرتك، وان شاء الله باذن الله ترجع وباذن الله تنور ناديك وتفرح وتفرح مع اعضاء جمعيتك العموميه ومع اطفالك اللي بيحبوك واللي بيسالوا عليك. ان شاء الله ازمه وتعدي زي ازمات كتيره جدا عدت علينا وعدت، وان شاء الله كل حاجه هتعدي، وهيبقى نادي الزمالك زي ما قلت في البدايه واقف شامخ، واقف كالاسد، واقف كالجبل مهما حاولوا ان هم ينالوا منه. عايز اقول لك وعايز احييك عزيزي مرتضى منصور، انت واجهت رجل وكنت راجل في مواجهتك، دخلت كل معاركك وانت راجل، كسبت بعض معاركك كنت راجل، خسرت بعضها برضه كنت راجل، نجحت مع النادي وكنت راجل، اخفقت كنت راجل، رحت للمحكمة وانت راجل، وتقبلت الحكم وانت راجل. فانت رجل ونعم الرجال، وكلنا في ظهرك ومحبينك بالملايين. رسالتي دي انت ممكن حد من ابنائك المحترمين، استاذ احمد، استاذ امير، استاذ اميره، اي حد ينقلها لك بكره هم بيزورك، لكن ممكن تسمعها بكره، ممكن تسمعها بعد بكره، ممكن تسمعها بعد 22 يوم، مش تفرق معايا. المهم ان كلمه حق تتقال في حقك، لانك غائب حاضر وسطنا، حاضر غائب في نادي الزمالك، غائب حاضر عند جمعيتك العموميه وعند جماهيرك اللي بالملايين، اللي بالملايين اللي بيحبوك، 5 6 100 1000 شامتين، سيلقى الشامتين ملاقينا حتما، وكما تدين تدان. مفيش شماته في حاجه زي دي، بس ربنا كبير وموجود ومطلع وعارف. عايز اقول لك ملايين جماهير من جماهير نادي الزمالك في ظهرك، لو تشوف صفحاتهم وتشوف الرسائل اللي بيوجهوها ليك، واكيد هيجي اليوم اللي هتشوفها فيه، عايز اقول لك كلهم بيطمنوا عليك وكلهم بيسالوا عليك. فان شاء الله باذن الله ازمه وتعدي وترجع تنور تاني ناديك، ناديك اللي محتاجك دلوقتي، فرقك الرياضيه اللي محتاجه وجودك عشان تضرب الارض تطلع فلوس، تمسك التراب في ايدك تحوله فلوس. واوعى حد يضحك على حضراتكم، اوعى حد يغرر بحضراتكم ويضحك عليكم وياكل بعقلكم حلاوه. الرياضه وكره القدم وكره اليد وكره السله وكره الطايره وكره القدم وفريق الكوره وبطوله افريقيا فلوس، معاك فلوس تدوس، واللي معهوش ما يلزموش. مرتضى منصور بيعرف يجيب لنادي الزمالك فلوس وبيعرف يجيب لنادي الزمالك حقه. فعشان كده مجلس الاداره الله يكون في عونهم، وبحييهم وبشكرهم على وقفتهم وعلى رجولتهم وعلى موقفهم اللي هيسطروا التاريخ ليهم، لانهم ابدا لم يقبلوا ذله ولم يقبلوا هوان، وفضلوا متمسكين بحقهم القانوني واللائحي. ما بيمنوش على حد، ده قانون ولايحه، واحترمنا وتعلمنا احترام القانون والقضاء من المستشار مرتضى منصور على مدار تاريخنا معاه وشغلنا معاه اللي بنفتخر بيه. وانا عن نفسي وعن شخصي كريم ابو حسين بفتخر ان انا بعمل وبشتغل مع هذا الرجل، وكلامي ده اعتقد مش جديد على حضراتكم، قلته هو موجود وقلته هو غائب حاضر معانا. عشان كده انا كل التحيه وكل التقدير لمجلس اداره نادي الزمالك اللي واقف لحمه واحده، واقف ايد واحده عشان خاطر يحافظ على الاستقرار الاداري، عشان ينتشي نادي الزمالك من غياهب الجب اللي هم عايزين يرمونا فيه، عشان ما يرجعوناش لعشريه سوداء، عشان ما نرجعش تاني نبقى تابعين لحد. لا، نادي الزمالك يقود لا يقاد بمجلس ادارته وبرئيسه المستشار مرتضى منصور، اللي هاكد تاني وعاشر ومليون غائب حاضر وسطنا، لان كل المجلس ده اللي فاز في يوم من الايام 12-0 كلهم هم شخص واحد اسمه مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه مرتضى منصور. عشان كده اللي احنا شايفينه وموقفهم الشجاع والاداره التنفيذيه في نادي الزمالك اللي بحييهم وبشكرهم، هو ده نادي الزمالك اللي هيفضل كبير طول عمره. رئيسه موجود، رئيسه غايب، رئيسه في اجازه، رئيسه في محنه، كلنا حاجه واحده، لا بنتغير ولا بنتبدل ولا بنقلب ولا بننط من مراكب ولا كل ده ما فيش في نادي الزمالك. ما تعلمناش على ده وما تربناش على ده، يعني لا تعلمنا ده ولا بنعرف نعمله ولا تربينا عليه ولا اخلاقنا تسمح لنا ان احنا نتنصل من اي حاجه كنا في يوم من الايام بنفتخر بيها عشان نادي الزمالك مش عشان حد. وياما قلت كتير ان قوه مرتضى منصور من قوه الزمالك وقوه الزمالك من قوه مرتضى منصور، الاثنين بيكملوا بعض، اوعى حضرتك تفصلهم عن بعض. اديك شايف نادي مع الرعاه ومع الملايين ومع التمويل ومع الاعلانات ومع الرعايه ومع البث ومع الملايين ومع كل حاجه،
بيخسر 4-4، بيتعادل مع الداخليه وبيخسر في افريقيا وموقفه اصعب مني في افريقيا، ومع ذلك محدش بيتكلم. لكن النادي اللي متكتفه ايديه واللي متكتف رئيسه واللي ما عندوش ربع اللي عند غيره بيحاول وبيعافر وبيقاوم وعايز ينافس بشرف وعايز يلعب على بطولات وعايز يجيب بطولات وعايز يحافظ على بطولتين دوري. ارجعوا حضراتكم بالحلقات، انا عمري ما هطلع في يوم لما اجيب لكم فيديو انا قلت كذا. واحنا اول الدوري وانا هنا مش هعرض فيديو انا قلت فيه ايه. ارجعوا حضراتكم وشوفوا. مش هيسمحوا لك انك تاخد دوري 2 3 4، مش هيحصل. لازم 2 وستوب ونرجع. لكن نادي الزمالك يقدر، ونقدر قوي كمان، لان الامور سهله والامور في ايدينا واحنا اللي بنحدد ده. فان شاء الله باذن الله اللي جاي خير، ان شاء الله باذن الله سير، واكيد وحتما مسير الغائب يعود. فاصل، وبعد الفاصل كابتن جمال